عليكم متابعي قناة نوربانو، شلونكم؟ إن شاء الله بكم بخير وصحة وسلام. حبايبي تلميذاتي، طبعا آخر مستجدات التربية هي إضافة 5 درجات ثانية للصفوف الخامس ابتدائي، وللأول متوسط والثاني متوسط وأصل الرابع إعدادي وخامس إعدادي. ورو الصوت هسه هنا خلي بس شوية. فاللي ماخذة 40 ما بكنا لها، اللي ماخذة 40 مثلا بالعلوم الإسلامية بالعربي راح نضيف لها 10 درجات لمادة واحدة، بس إذا راسبة بأكثر من مادة ما راح أتصور تفيدها 10 درجات. مثلا هي راسبة بكل الدروس أو 4 دروس، بس إذا 4 وشلنا لها درس 3 تمتحن. فالقرار اللي إجا إنه 3 دروس يمتحن، 3 دروس راسب ب3 دروس يمتحن. بالبداية هم قالوا ما يمتحن، بس ب2 يمتحن. هسه لا، إذا ب3 دروس يمتحن. فهاي قرارات التربية اللي إجت هسه السادس ابتدائي أيضا، بس السادس ابتدائي ما تشملهم 10 درجات لأنه وزاري. الامتحانات الوزارية راح تكون طبعا بالشهر الثامن، امتحانات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس راح تكون بالشهر التاسع. تسجيل الأول الابتدائي يجيبون لنا فايلات، هم احنا مو نجي نسجل هسه، احنا سجلنا المفروض ووزعنا لهم قصاصات. فنجي الشهر الثامن نستلم الفايل اللي هو به 4 صور واستمارة مال الأول ابتدائي، و4 صور، 4 صور للبنية اللي مواليد 2019 كل السنين 2018 و2020 شهر الواحد. الشهر الواحد فنستلم الفايل ب4 صور، سنساخ الجنسية الموحدة مالت التلميذة وجنسية أبوها وأمها، بطاقة السكن، وياها أيضا بطاقة مدرسية بالفايل، بطاقة مدرسية. وبعدين يروحون للمركز الصحي من تبدي اللقاحات. هاي بالنسبة هي اللي توجيهاتنا اللي ما مستلمة نتيجتها مع سادس ابتدائي. احنا موجودين الأحد والأربعاء، الأحد 6 أفراح الدوام، وأني الأربعاء إن شاء الله الصبح. طبعا الحد 10 نطلع، 10:15 نطلع. بالنسبة اللي ما ماخذة كتاب وهي مكملة أو راسبة، هم تجي تاخذ كتب حتى تدرس الدور الثاني، تدرس الدور الثاني. سادس ابتدائي كتبكم عندكم تقدرون تدرسون بيها. سادس ابتدائي طبعا كتبكم بطاقاتكم المدرسية تحافظون عليها، لا تضيعوها حتى تمتحنون الدور الثاني. بالنسبة للسادس ابتدائي قلنا بطاقاتكم المدرسية عندكم تحافظون عليها حتى تمتحنون الدور الثاني. ونشوف بعد المراكز الامتحانية شلون راح تكون، بالشهيد رائد أو غير مدرسة، نبلغكم إن شاء الله عليها. أي سؤال أي استفسار احنا موجودين بالمدرسة إن شاء الله. والسلام.